السلام عليكم يا احلى متتبعين في قناتي قناه داداول. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو نتوما باتم الصحه والعافيه ان شاء الله، وتكونوا كدوزوا هذه الايام المباركه وانتم بخير وعلى خير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال يا رب يا كريم. اليوم كيما شفتوا كاع اللي دخل لا فيديو كيما شفتوا في العنوان او في لا مينياتور، عصير او مشروب بلا خضر وبلا ديسير وبثمن مناسب جدا ب5 دراهم. ايه، ما كاين لا كذوب لا زواق لا والو. عصير 5 اطرو باقل من 5 دراهم بلا ديسير بلا خضر. شوفوا لي اللوين، شوفوا لي اللوين بعدا ديال هذا المشروب، يا سلام، روعه روعه روعه. وماشي غير اللوين اللي روعه، بل حتى الافاده اللي في هذا العصير. ما عرفتش البنات، راه بارد. ما عرفتش كيفاش غادي يعني نشكر لكم حتى نعيا في هذا المشروب هذا، والمكونات اللي فيه الافاده للجسم اللي فيه خطيره خطيره. البنات اكيد غتوليو مدمنين عليه بحالي انا وليداتي، كيما ولينا حنايا مدمنين عليه. اذا ما نطولش عليكم، خليكم تشوفوا مناش كيتكون هذا العصير وشنا هي الفوائد، يعني بغض النظر على انه اقتصادي ويعني كيعطينا واحد الكميه اللي هي وفيره وبدون خضر، بدون ديسير، يعني بدون فواكه. فهو غني جدا بفيتامين سي وفيتامين جي، ملين للمعده. اسمعوا لي اسمعوا لي اسمعوا لي مزيان على هاد الفوائد اللي كاينه في هاد المشروب السحري. مفيد بالنسبه للناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، يعني كيطلع لهم الطونسيون كيشربوه بارد. والعكس كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم لا طونسيون كتهبط، يعني ضغط الدم منخفض، يشربوه سخون. يعني الماده اللي صايبنا منها هذا المشروب يغليوها في الماء او يديروا فيها ماء سخون غليان ويتشرب وهو سخون، كي يرفع من ضغط الدم. سبحان الله، هو نفس مكون واحد وعنده يعني سلاح ذو حدين. كينفع الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم اذا شربوه بارد، وينفع الناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم الى شربوه العكس عفوا، يعني الا تشرب بارد فهو غادي ينفع الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، يعني كيخفض من لا طونسيون. اما الناس اللي عندهم ضغط الدم كينخفض كيطيح فيشربوه سخون. سبحان الله. كما قلت لكم هو غني بفيتامين سي، لان فيه اضعاف مضاعفه ديال لا فيتامين سي اكثر من البرتقال. كذلك هو ملين للمعده. اسمعوا لي مزيان البنات وحلوا ودنيكم على الافاده اللي كاينه في هذا المشروب السحري ديالنا اللي غنقدم معكم اليوم. كيقلل من مستوى السكر والكوليسترول في الدم، كيقلل من الالتهابات البكتيريا، عنده كذلك فوائد كثيره 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 لعلاج مشاكل البشره ومشاكل الشعر. كيحافظ على الكبد ومصدر للعديد من مضادات الاكسده القويه، يقوي المناعه. يعني شوفوا لي غير هاد الفوائد، ولا يعني واخا غادي يسالي الفيديو ما كنظنش غادي نكمل الكميه الهائله ديال الفوائد اللي في هذا المشروب ديالنا. بالنسبه للناس يعني النساء الحوامل او اللي كترضع، يفضل انها تجنب هذا المشروب، وحتى الا يعني خداتو ما تخادش بواحد الكميه كثيره، يعني تخاد غير بواحد الكميه قليله، يعني ما يكثروش منه، لان يقدر يكون عنده اضرار بالنسبه للجنين. سمعتوا لي هاد الافاده هذه البنات، شحال ديال الفوائد في هذا المشروب. انا الصراحه ما كيخطانيش وليت مدمنه عليه تعجبني بزاف، لا في المذاق يعني، وكما يعني بدون ما نهضروا على انه يعني اقتصادي وكيعطي واحد الكميه وفيره وهذا وهذا، ولكن الفوائد اللي فيه روعه، والمذاق ديالو البنات صدقوني ما غاديش تستغناو عليه. بالنسبه للعصير اللي سبق ودويت لكم عليه، المكونات ديالو بسيطه 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 بزاف واقتصاديه، وكما قلت لكم البنات ما محتاجين لا الخضر ولا الفواكه، فقط محتاجين لزهرة الكركدي المجففة، او بالدارجة كنسميوها بيسام، اللي هي هذه.
اوراق ديال وردة الكركدي او زهرة الكركدي مجففة بهذا الشكل. غنحتاجو لهاد الكميه هادي، انا بالنسبه لي هنايا راه تقريبا غير شي 5 دراهم ما كاملاش كما كتشوفوا. غادي نحتاج كذلك شرائح ديال الحامض او الليم او القارص او الليمون، يعني كما كان يعني بزاف د المناطق شنو كيسميو. المهم هذا الحامض البنات، الليمون باللغه العربيه. وغنحتاج واحد الكميه ديال السكر، اما سكر حبيبات اولا السكر العادي اللي كنديرو في اتاي ندوبوه بطبيعه الحال من قبل. هذه هي المكونات البنات. وغادي نحتاجو 5 اطرو ديال الماء وشي بيدو مثلا فاش غادي نحضروا هاد المشروب او هاد العصير. قبل ما نحضروا البنات هاد المشروب غادي نغسل هاد الاوراق ديال الكركدي او بصم، غادي نغسلهم مزيان نحيد منهم ديك الغبره، ندير واحد النقيطه ديال الخل في الغسله الاولى. يعني الا كاين شي تراب غبره او شي حاجه شي حشرات صغيره اللي ما نقدروش نشوفوها بعيننا لانه مجفف بطبيعه الحال، خاص ضروري نغسلوه مزيان وعاد باش نستعملوه. اذا غادي نمشي نغسل هاد الاوراق المجففه ونرجع معها. غسلته مزيان واحد 3 ديال الغسلات. اذا غادي نحتاجو لهاد البيدو هذا او الانيه ديال 5 اطرو. غادي نفتحوها وغادي نديرو فيها هاد الشرائح ديال الليمون، وكذلك هاد اوراق او بصم او اوراق الكركدي مع السكر. خليكم معايا. انا البنات من بعد ما عرفت هاد يعني المنافع اللي فيه وسميتو هاد يعني الكميه الهائله ديال يعني الفيتامينات اللي فيه والفوائد اللي فيه، انا ما بقيتش كنستغنى عليه نهائيا. يعني ما بين فتره وفتره ضروري من نديرو. سبحان الله تا وليداتي ولا عزيز عليهم، وهما ولاو كيطلبوني انني انا نحضر لهم هذا المشروب هذا. اذا البنات غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي يعني نحط هذا المحتوى هذا كامل في قلب هذا البيدو او الانيه بهذا الشكل. الحامض البنات راه ما غنطحنو ما والو، غادي ندير يعني هاد الشرائح هكذا صاينين وهما تيطلقوا يعني داك النسمه ديالهم. النكهه ديال الحامض يعني كتنسجم مع هاد بيسام او زهرة الكركدي، كتعطي واحد لوغو زوين بزاف. الشرائح كنستعملهم هكا بالقشور ديالهم ديال الحامض، بالقشور ديالهم. وغادي كذلك نضيف السكر، هذاك السكر اللي ذوبته في الماء. الطريقه غادي يجيني ساهل. اذا غادي نكمل الكميه المتبقيه من هاد اوراق الكركدي حتى هما، يعني غير بشويه بشويه حتى غادي نحطوها في جوف هاد البيدو. الكميه كلها المتبقيه حطيتها في القنينه. شوفوا البنات اللون اللي كيطلق تعطي واحد اللوين واعر. داكشي علاش كيستعملوه النساء في الماسكات التجميل يعني في البشره وكذلك الشعر، لانه كيعطي واحد اللون زوين. اذا نرجعوا المشروب ديالنا. غادي نكملوا البنات هذا الفيديو هذا تنعمروه، يعني راه غادي يعطينا 5 اطرو. الفيديو ديالي البنات او الانيه ديالها هي البنات عمرته. اذا غادي نبيتو ليله كامله في الثلاجه لانني محتاجاه يكون بارد. كما سبق راني ذكرت معكم الفوائد ديالو وهو يعني مشروب بارد، وكذلك الفوائد ديالو يكون كذلك يعني العكس وهو سخون. والفائده ديالو شنو هي؟ شرحت لكم كل شيء في البدايه يعني ديال الفيديو. كنتمنى اللي وصل يعني معايا في الفيديو لهاد المرحله هذه ما تنساوش الدعم ديالكم، لي لايك، تعليق زوينه كما عودتوني دائما. ما تنساوش يعني انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم مع الاصدقاء ديالكم، يعني اللي ما فيه من فائده ومن معلومات على هاد زهرة الكركدي او بيسام كما كنسميو حنا بالدارجه. ما تنسوش انكم تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. شكرا لكم بزاف. وغادي نخليو المشروب السحري ديالنا حتى يوجد وغادي نحضروا معكم ونتلاقاو هنا. نهايه ديال الفيديو كنبغي نشكركم بزاف ونضربوا ان شاء الله انا وياكم موعد اخر ان شاء الله في فيديو جديد بفائده جديده. شكرا لكم.
كما قلت لكم ما تنساوش اختكم من الدعم ديالكم والتشجيع، لايك واشتراك الى يعني ما كنتوش مشتركين من قبل. شكرا لكم، الى اللقاء.